قانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وفقاً لآخر تعديل صادر في 28 يوليو عام 2021 باسم الشعب رئيس الجمهورية. قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه. المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك. المادة الثانية: يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق. مادة 47: يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرا مماثلا مضافا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضا عنها. وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن. مادة 48: للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 7 أيام خلال السنة، وبحد أقصى 2 في المرة الواحدة. مادة 49: يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر الكامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: 1. 15 يوما في السنة الأولى، وذلك بعد مضي 6 أشهر من تاريخ استلام العمل. 2. 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة. 3. 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة. 4. 45 يوما لمن تجاوزت